السلام عليكم. تعالوا نعمل النهاردة الشيش طاووق. ازاي نعمله بتتبيلة حلوة جدا ويطلع معانا جوسي ومستوي وطعمه حكاية. اهم حاجة هنجيب صدور الدجاج تكون منقوعة الاول في محلول النقع، دقيق وليمون وكمان ملح ومعلقة سكر. بعد كده هنغسل الصدور كويس وهننشفها بمناديل المطبخ وهنقطعها مكعبات. بعد كده هنعمل التتبيلة: فلفل احمر متقطع صغير او مطحون خشن، هننزل عليه بميه بصل، هننزل عليه بمعلقه صغيره من الثوم، هننزل عليه بالفلفل الاسود، بابريكا تكون مدخنه، معلقه صلصه، كمان بصل بودر وثوم بودر، حوالي علبه زبادي. بعد كده هننزل عليه بمعلقتين كبار من المستردة، وبعد كده هنقلبهم هندخلهم التلاجة. بعد كده هنجيب الستيكس وهننزل فيهم طبعا قطع الدجاج مع الفلفل الالوان وكمان البصل الاحمر، ويكون شرايح صغيره خفيفه. لو مش متوفر ممكن ندخلهم في صينيه وندخلها الفرن، مش هتاخد وقت. بعد كده هننزلهم على الجريلا وتكون معلقه صغيره من السمنه او الزيت. دلوقتي هنعمل الرز: معلقه كبيره من السمنه البلدي هننزل عليها ببصلايه متوسطه مفرومه، هنقلبهم كويس، هننزل عليهم كمان بمعلقه من السكر هنسيبهم لحد لما البصل بدأ يتكرمل، نقلبهم كويس جدا، ننزل عليهم بنص معلقه من الكاري، نص معلقه من الكركم، وبعدين هننزل عليهم بثلاث فصوص من الحبهان وثلاث ورقات من الورق اللوري. هننزل بالرز هنقلبه تقليبه كويسه جدا علشان يتشرب من التوابل، وبعدين هننزل عليه بالميه. كوبايه الرز بتاخد كوبايتين ميه. بعد كده الشيش طاووق بتاعنا خلص، هنجيب فحمية هننزل عليه مع نقطة زيت صغيرة. الله على الجمال، بتدي ريحة حلوة جدا وفي نفس الوقت بتدي طعم. خلصنا الرز، تعالى اوريكم بقى طلع ازاي. طلع مفلفل، طعمه حلو جدا بجد، احلى تتبيلة ممكن نعملها. والشيش طاووق طلع لونه حلو جدا. بألف هنا وشفا على قلبكم، يا رب وصفتي تعجبكم واشوفكم على خير. مع السلامة.